ازاي نعمل بطاريه 60 فولت. مبدئيا كده ال 60 فولت يعني بتديك قرايه في الفولت 67.2. لو جينا قسمنا ال 67.2 على ال 4.2 هيدينا 16 خط. يبقى عشان اعمل بطاريه 60 فولت لازم تتكون معايا من 16 خط. تعال نعد الخطوط. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. واحنا قلنا قبل كده انه التوازي يديك امبير والتوالي يديك فولت. ده كده خط توازي، يعني الموجب مع الموجب والسالب مع السالب يديك الامبير. وبما ان الخليه بتاعتنا 3 امبير ف3 في 6 يبقى دي بطاريه 18 امبير. وبما ان هم 16 خط يبقى البطاريه دي هتديك 67.2 فولت اللي هي بطاريه 60 فولت ليثيوم ايون. هنبدا نجمع الصفوف مع بعض بالسبوت ويلدنج عن طريق النيكل ستريب اللي انت شايفه ده. يلا بينا. هنبدا هنا نثبت مجموعه البطاريات بتاعتنا بالدكت تيب من جميع الاتجاهات ونحكم عمليه التغليف كويس جدا بالنسبه للدكت تيب واللزق. وبعد كده هنعزل مكان البي ام اس عشان تبقى كل حاجه عندنا. كمان هنعزل خطوط البالانس اللي هتوصل عندنا. ادي البي ام اس اللي انت شايفها ايه، دي بي ام اس 60 فولت 50 امبير. هنبدا نثبتها وبعدين نبدا نوصل خطوط البالانس بتاعتنا. خلي بالك في خطوط البالانس بنبتدي بالسالب، من سالب الكابل الى سالب البطاريات ونمشي بالترتيب. طبعا بعد ما خلصنا تجميع البطاريه بالنسبه للحامات عشان تدينا 67.2 فولت بدأنا نجمع بعد كده البي ام اس بتاعتنا. وزي ما انت شايف كده ادي البي ام اس بتاعتنا وادي سلوك البالانس بتاعتنا. لو قلت لي التجميعات دي ماشيه ازاي هقول لك بتبتدي دايما من الطرف السالب لسالب البطاريه وبتمشي بالتوالي. هنا السالب، بعد كده الفرع رقم 2، بعد كده الفرع رقم 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 اللي هو اخر طرف الموجب معانا. وبكده يبقى احنا جمعنا البي ام اس بتاعتنا. طيب يبقى فاضل ايه بقى بكده؟ فاضل ان احنا نوصل سالب البي ام اس بسالب البطاريه. هنا بعد ما وصلنا طبعا سالب البي ام اس هنبتدي نرشمه في سالب البطاريات، وبعدين وصلنا الطرف الموجب من على موجب البطاريات وطرف السالب بتاع الشحن والتفريغ البطاريه من على البي ام اس. وادي الطرف السالب بتاع الشحن والتفريغ وادي الطرف الموجب جاي طبعا من على البطاريات مباشره. بكده يبقى احنا خلصنا ونبتدي نقيس الفولت. هنلاقيه انه مدينا 67 فولت. هنبدا هنا بقى نغلف البطاريه بالبي في سي هيتش رينك بتاعنا عن طريق استخدام الهوت جان لحد ما تتظبط وتديك الشكل اللي انت شايفه ده، ونبدا نلزق الستيكر بتاعنا. تعال بقى نجرب هنا البطاريه بعد ما خلصناها ونشوف الشحن بتاعها. موصل كده الشاحن في الكهرباء، مفروض اللون الاخضر كده معلوش لود او معلوش حمل. كده تحول معانا اللون الاخضر الى اللون الاحمر، يعني البطاريه بتشحن. بكده يبقى احنا نهينا الفيديو بتاعنا بان احنا خلصنا البطاريه. وانتظرونا ان شاء الله في الفيديو القادم هنجرب بقى عمل البطاريه على العجله الكهرباء. ما تروحوش بعيد.